مساء الفل. محمد الشربجي لاعب السكواش. ضجة معمولة حواليه، ما اعرفش ليه، يعني ايه السبب؟ واحد لقى دعم مادي ومعنوي وتقدير واحتواء. ايه المشكلة؟ يعني هو الراجل ما خدش بالنا على فكرة. بلدنا وربتنا وتعلمنا فيها وكبرتنا وكل حاجة. الكلام ده حلو وجميل يا جماعة، بس تقدير الاحتواء. محمد الشربجي مش أول مثال، في أمثلة كتيرة جدا مصريين متواجدين بره في أوروبا وفي أمريكا وفي كل حتة في العالم. للأسف بيفيدوا البلاد التانية. ليه؟ احنا ما قدرناش نستفاد منهم. ودي مشكلة عندنا من قديم الأزل. خيرنا لغيرنا، دي مقولة اتربينا عليها من زمان، لأن هي حقيقة للأسف. أتمنى ما يكونش محمد الشرباجي بعديه في أسماء كثيرة جدا. أتمنى إن هي ما نشوفش أمثلة ليه تاني بتهرب بره البلد. عايزين نحافظ على النوابغ اللي موجودة عندنا في جميع المجالات، مش رياضة بس. نوفر لهم الدعم مش شرط يكون دعم مادي، دعم معنوي وتقدير واحتواء. دول أهم 3 حاجات لازم يتوفروا في عشان نقدر نحافظ على النوابغ بتاعتنا. بس مش عايزين نكبر الموضوع يا جماعة، زي أي حد جات له أي فرصة عمل بره، الراجل ما خانش البلد يعني. الموضوع بسيط جدا وبلاش تكبر المواضيع. أنا من 10 سنين تقريبا في أمريكا قابلت برضو لاعب سكواش في امريكا هناك بدون ذكر اسماء، ولاعب مشهور جدا، وكانوا بيعرضوا عليه في امريكا ان هم يجنسوه يديله الجنسيه الامريكيه ويلعب باسم امريكا. هو الراجل رفض. مش معنى ان هو رفض يبقى او مش معنى ان محمد شرباجي وافق يبقى محمد شرباجي وحش او خاين. الموضوع عمره ما كان كده، الموضوع ابسط من كده بكتير. وفروا التقدير، الاحتواء، تشجيع. هتلاقي الناس بتدي وبتدي تدي كتير كمان. وربنا يوفق الجميع.